كل سنة وانتم طيبين. بدأنا رمضان، واول ما بيجي رمضان اول حاجه بنفتكرها هي اللمه. مين فينا مش بيحب اللمه في رمضان؟ اول يوم رمضان وانت قاعد تفطر مع اهلك، او لما تقعد تتجمع مع اصحابك على السحور. دايما رمضان مرتبط معانا باللمه والتجمعات، وتلاقي على الاقل اول 10 ايام محجوزين كلهم في رمضان، سواء بقى بتفطر مع اهلك او بتفطر مع اصحابك، بس المهم ان هم كلهم محجوزين. ولو انت فاكر ان اللمه دي بس معموله علشان الاكل والشرب وتقعد تقضي وقت كده وخلاص، لا ده فيها فوائد كتيره جدا غير الحاجات دي. تعالى بقى اقول لك فوائدها ايه، يلا بينا. وجود الناس حواليك سواء بقى في رمضان او في غير رمضان هي حاجه مهمه جدا لاي انسان، بس يمكن احنا بنستغل رمضان عشان نبتدي نقرب اكتر للناس اللي بنحبها. بس صدقني بعد ما تشوف الفيديو ده هتبقى عايز تقابل الناس دي كل شهر، مش في رمضان بس. هتصدقني لو قلت لك ان الدراسات اثبتت ان وجود الناس حوالينا، طبعا الناس اللي بنحبها زي اهلك، صحابك، قرايبك، اي حد انت بتحبه عموما، وجوده بس حواليك هيقلل مستويات التوتر عندك بشكل كبير جدا. وده عن طريق ان احنا وجودنا حوالين ناس بنحبها، جسمنا بيبدا يفرز هرمون بيقلل التوتر. مش بس بيقلل التوتر، لا ده كمان بيعمل وظائف تانية كتيرة، زي مثلا ان هو يبدا يحسن وظائف الشريان التاجي ووظائف الامعاء عموما، وبينظم الانسولين في الجسم، وكمان بيبدا يحسن جهازك المناعي. كل ده بيحصل بس لمجرد ان انت قاعد حوالين اهلك واصحابك. فكره انك قاعد مع حد مستعد يسمعك لو انت عندك مشكله ويساعدك فيها كمان، ده في حد ذاته هيخليك شخص سعيد. كلنا عندنا مشاكل وبنتوتر وبنحس في فترات كتيره ان احنا مضغوطين وان الحياه ضغطانه اكتر من ان احنا نقدر نستحمله، بس فكره وجود حد جنبك بيحسسك ان في امل في الدنيا، او يحسسك ان الدنيا هتبقى كويسه، ده في حد ذاته هيخليك تزق الزقه الزياده اللي انت محتاجها، ويخليك تبتدي يبقى عندك طاقه اكتر ان انت تواجه الحياه دي. كل ده ممكن يحصل بسبب زقه بس حد من صحابك زقها لك، او حد من اهلك مجرد انت اتكلمت معاه فاداك نصيحه معينه خلاك تبتدي تستعيد طاقتك تاني من الاول. لما العلماء كده قعدوا يفكروا في الحاجات اللي الانسان بيحتاجها، وطلعوا بموديل مشهور جدا اسمه ماسلوز هيراركي اوف نيدز، او اللي هو هرم الاحتياجات، وطبعا منسوب لاسم اللي عمله اللي هو ابراهام ماسلو. اكتشفوا ان اول حاجه الانسان بيحتاجها هي الاكل والشرب، وطبعا دي مفيش اكتر منهم في رمضان. اي لمه في رمضان هتلاقيها فيها الاكل والشرب وكل حاجه انت ممكن تحتاجها. تاني حاجه هي الامان. الامان ده اللي هو هيبقى موجود برضه في لمه رمضان، وجود اهلك حواليك ووجود صحابك حواليك، ده في حد ذاته هيحسسك بالامان للدنيا اللي انت عايش فيها. ثالث حاجه وهو الاحتياج الاجتماعي. الاحتياج الاجتماعي ده اللي بيجي عن طريق اهلك، عن طريق صحابك، عن طريق الناس اللي حواليك عموما اللي انت بتحبهم وحاسس كمان ان هم بيحبوك. وجود الناس دي حواليك هيخلوك تشبع الاحتياج اللي عندك ده مش بس احتياج واحد، ده انت اشبعت اهم 3 احتياجات عند اي انسان. شوف انت بقى لمة رمضان دي طلعت مهمه قد ايه، وان انت فعلا محتاج تتلم مع الناس اللي انت بتحبهم، سواء كانوا صحابك او اهلك او قرايبك، كل شهر مش بس في رمضان. رمضان دايما بيفكرنا بالناس اللي ممكن تكون الدنيا شغلانه عنهم، وده ممكن ما يكونش بايدينا او بايديهم، بس هي الدنيا كده. فاستغل الشهر ده ان انت تسال عن الناس اللي بتحبهم فعلا وما شفتهمش بقالك كتير. انزل اخرج، افطر، اتسحر مع الناس دي. حاول على قد ما تقدر تستغل فتره رمضان دي ان انت تشوفهم وتعوض اللي فاتك في السنه اللي فاتت دي كلها. وصدقني الناس دي هي اللي هتشجعك تبقى احسن، وهي لو حصل لك اي مشكله اول ناس هتلاقيهم واقفين في ظهرك. بس كده، لو وصلت لحد هنا فالموضوع عجبك، ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وقول لي تحت في الكومنتس ايه اكتر لمه او عزومه انت بتستناها من السنه للسنه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.